صباح الخير. فكرة بسيطة قوي، هو ساندوتش جبنة لولادنا بس بطريقة مختلفة. يعني لو حابين ان احنا نغير، عبارة عن ساندوتش جبنة بالجبنة رومي اللي احنا بنعمله ممكن كل يوم بس بطريقة مختلفة. اول حاجة ان احنا هنجيب العيش الفينو، اي عيش فينو انتوا بتحبوه هتجيبوه، وبعد كده نقطعه نصين ونبتدي نفتحه بعد كده بالمقص. هنجيب قطعة الجبنة الرومي ونبتدي ان احنا نحطها في الساندوتش عادي خالص. بعد كده هنجيب اللي هي العصيان بتاعه الايس كريم، او انا ما كانش عندي بصراحه فحبيت ان انا اعملها برضو، بس عملتها بعصيان الشيش طاووق. هبتدي ان انا ادخلها بين يعني على طبقه الجبنه، ليه؟ عشان تمسك نفسها اكتر. هوريكم طريقه تانية بس للاسف دي مش تمسك نفسها، بس هوريها لكم. ده الافضل عشان تمسك الساندوتش لما يتعمل. لكن لو انتوا حطيتوها في العيش نفسه مش هتكون متماسكه قوي، وهتقعد العيش يقعد يعني يتلف كده معاكم بعد ما يتعمل بالطريقه اللي احنا هنقول عليها. بس انا اوريها عشان اوريها لكم عملتها برضو. هنجيب مكنه الوافل ونبتدي ان احنا نعملها بشويه زيت كده. دي مكنه وافل اللي هي فيها كذا غيار، ممكن تحطوها لو اللي ما عندوش غيارات اللي هي الساندوتش ده يحطها عادي في بتاعه الوافل. اللي ما عندوش مكنه وافل خالص على طاسه على النار ويعملها. هي الفكره كلها ان احنا هنحط الساندوتش يسيح في مع طبعا الحراره بتاعه المكنه. اللي ما عندوش المكنة يحطها في طاسة، ولكن هيضغط عليها بحاجة عشان بس ايه، يعني تاخد الشكل وفي نفس الوقت تتماسك والعصاية بتاعة الشيش دي تمسك فيها. انا بس بشيك عليها. هو طبعا لما تفصل هيبقى كده خلاص هو اتعمل وخد القرمشة الحلوة، وفي نفس الوقت الجبنة ساحت فيه والعصاية نفسها مسكت فيها. بس كده هنبتدي ان احنا نحطه. اول واحده دي اللي هي كنت حطاها مع العصايه على الجبنه، لكن تاني واحده بتلق شويه لان هي كانت محطوطه في العيش فمسكتش قوي. هي دي اللي انا كنت عايزه اوريها لكم لما حطيناها بالشكل اللي مش مناسب قوي. بس فكره بسيطه قوي. وبعدين طبعا هنحطها في الطبق ونكمل بقى الوجبه، ان احنا نحط شويه خضروات للولاد. طبعا انتوا ممكن تعملوا اي حاجه جوه الساندوتش وتعملوا نفس الفكره، انا بس حبيت اوريكم الفكره. بس كده، اشوفكم على خير، ومن امومه بتكبر بيكم وبتشجعكم. باي باي.